بقت بتطير خلاص، كلها شرحت المود ولعبت المود، بس محدش لعبه باسلوبي. تعالوا بقى نلعبه بالاسلوب بتاعي انا بقى. واحد يحزن على الاشكال دي، يعني بيلعب 30 فريم ونازل المود، يعني انا 40 والمود عندي بيقطع، تلعب 30 وتنزل ليه؟ ايوه انت اللي في البيت خليك بص زي ما انت، زي ده شك الدبوس يا راجل، والله ما هتأثر. بص بص، منين مرمي ايدها هتجيب فرق. وبرضه ما تنسوش يعني تشاركونا رايكم في المود، كم من 10، وايه الاخطاء والمواجهات اللي انتوا واجهتوها في المود لحد دلوقتي. ده واحد على الله ملناش دعوه بيه. اخش امسي بقى انا على البيت الكبير، يعني ماليش نفس ولا ايه؟ يلا بينا ندور الضرب فيهم. وبكده يكون دول اخر اتنين في المود، وخلصنا المود بالبيت الكبير. دول الاتنين على الله قابلتهم، خدت الكلايتين بتاعهم ومشيت على طول، يعني ما تأخرناش. وانا ماشي لقيت واحد بعيد، فتحت له نيت سمعت صوت واحد ورايا، اسيبه؟ قلت والله ما احرمها لك، خد البس دي. في نفس الوقت وانا ماشي فتحت واحده تانية، سمعت واحد جاي من على شمالي، اسيبه؟ دمجته بيها وكملت عليه بالسلاح. وده قلت اجرب عليه الراسنجان، بس سبحان الله طلعت ضعيفه خالص، فقلت هجربها تاني بحيث ان ممكن ضربتين توقعه. قلت ورجعت له تاني نفس الولا من غير ما يهيل، رسعته راسنجان تانية لقيتها ما جاتش، قلت خلاص يبقى الراسنجان دي ضعيف، نكمل عليه احنا بالسلاح. وانا بهيل لقيت كتير بيضربوا بعض، قلت لما اسلك الدنيا بس كده. كنت ماشي على الطريق لقيت التيمين بيفايتوا بعض، لقيت ده فضل اخر واحد والتاني بقى ضده اخر واحد. ما ينفعش يا ناس يا جدعان الناس تتخانق من غير ما نحل المشاكل. وانا ماشي لقيت هنا واحد، قلت اما اجرب عليه كرة النار، ولقيتها ما جاتش فيه، قلت خلاص يبقى هو هيموت بالشوريكان زي ما هو عايز. يا جمداني ياني. ودول اخر كلايتين ليا في الجيم. المهم لقيت ده بيجري، قلت اما اديله النيد وهو بيمشي دمجته، قلت اديله طلقه بس كده اهو. ورحت بقى فايت صاحبه التاني، وكانت قمة المسخرة حرفيا. انا وصاحب الواد ده فضلنا طول الجيم نتنطط ونضرب بالشوريكان، نتنطط ونضرب بالشوريكان لحد ما انا خلصت عليه في الاخر. وكثير والكثير من النط، رحت مغير على السلاح وجايبه عشان نخلص الجيم بقى. وده كده كان اول واللي سولو سكواد في المود الجديد. قولوا لي بقى انتوا عملتوا ايه في المود، وايه الدنيا كانت معاكم؟